كما بينت وكالة سي ان ان التي كتبت عن هذا الشأن خلال هذه الأيام، بيد أنه ما زال إنتاج البلاد من الكهرباء بواسطة هذه التكنولوجيا يعتبر ضئيلا جدا على حد تعبير خبراء الطاقة. وتمتلك الجزائر ثروة كبيرة من الطاقة الشمسية، حيث تستفيد من 2000 إلى 3000 ساعة من إطلالة الشمس، مع وجود إمكانية إنتاج حوالي 2500 كيلووات في كل متر مربع وفقا لتقديرات الكثير من الخبراء. أما القدرات الشمسية الحرارية فإنها تمثل خزانا معتبرا، حيث تعادل ما نسبة مضاعفة ل10 مرات لاستهلاك الطاقة على المستوى الدولي. هذه إذن هي الطاقة التي تحوزها الجزائر، الطاقة الشمسية. محطة، وهذه أي واحد ممكن يطلع عليها في أدبية ديزرتاك. أول محطة التي سوف تقام في إطار ديزرتاك هي في حيفا وبطاقة 4 جيجا وات. معنى ذلك مشروع في إسرائيل الجزائر ما تدخلش. الشيء الثاني أنه الدولة الشقيقة المغرب كانت سوف تقوم بمحطة ببارك إيوليان في على كامل الشاطئ الساحلي الأطلسي الصحراوي على مسافة 1200 كيلومتر من طرفايا في الحدود المغربية الصحراوية حتى نواكشوط. معنى ذلك أنا كدولة سيادية ونحن نعرف أيضا موقفنا المبدئي من قضية احتلال الصحراء الغربية. لو كان ندخل ديزرتاك معنى ذلك راح نعطي البصمة نتاعي لأحقية المغرب لوضع هذه المحطة في أرض خطيته اللي هي أرض محتمة. فيما يخص الشيء الثاني، حتى أنه الناس اللي يتكلموا على المحطة اللي في الدولة الشقيقة المغرب اللي هي محطة نور 1 2 3 إلى غاية 4 محطة ورزازات، أكبر محطة في العالم. يعني نذكروا كثير من الناس يقولوا محطة أكبر محطة في العالم، لأنه لما نتكلموا على نوع التكنولوجيا ممكن نقولوا ذلك، لأنه في المحطات الشمسية ما كانش غير نموذج تاع ورزازات. لانه كاين مثلا، نعطيك مثال، محطات ما يعرف بالابراج الشمسيه. هناك الان لدينا محطه في الولايات المتحده الامريكيه، لدينا المداخن الشمسيه، لدينا اكبر محطه للمداخن الشمسيه في استراليا بطاقه 1 جيجا وات، 1 مليار وات. معنى ذلك ضعف ما هو في المغرب. ولذلك يلزم الناس تعرف لما نقوم بالمقاربات واكبر واصغر لابد نعرف نوعيه التكنولوجيا، ونوعيه التكنولوجيا التي سوف تقوم في المغرب هي واحده من المقاربات، لكن ليست هي الحل الافضل.